السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أنه الجميع بخير. حنقدم معاكم وصفة البيتزا السائلة. البيتزا السائلة قدموها بزاف لي شيف، وكل شيف كيفاه أبدع فيها. اليوم حتشوفوها معايا بطريقتي وبمقاديري، وبإذن الله تعجبكم. عندي أنا راني ديجا خدمتها، وسمحوا لي لأني خدمتها، مي راهي أسهل ما يكون 10 دقائق وأنتي خدمتي بيتزا لولادك. عندي من هذا عملت هذا كاس ونصف فرينة. استعملي الكيل اللي تحبي عليه، بس حكي تكبري الكيل زودي في الخميره شويه. عندي كاس ونص فرينه اللي هي الدقيق الابيض، ملعقتين من السميد، صدقوني السميد يعمل لها الفرق في القرمشه. ملعقتين عفوا من السميد. عندي ربع كأس من الزيت. عندي ملح، وملعقة صغيرة من خميرة الخبز، وملعقة صغيرة من الخميرة الكيميائية، وملعقة صغيرة من الملح. واضحين؟ وعندي من نفس الكاس قلنا ربع كاس زيت، وكاس وربع حليب. كيف قادرين تعوضوا الحليب ب3 ملاعق حليب بودرة، وتكملوا بكاس وربع من الماء الدافئ. المهم الماء الدافئ. وما تنسوش انا الاضافه تاعي هي السميد ورشه الكمون، تعمل فرق في الطعم، صدقوني تعمل فرق في الطعم. خليتها على جنب، هي في دقيقتها تاخذ معها. وشو انا رحت وجدت مقادير اخرى اللي هي مقادير لاصوص او الصلصه اللي ترافقها. الصلصه اللي حترافقها وش حيكون فيها؟ ملعقه كبيره طماطم، ربع حبه من طماطم مبشوره، من طماطم خضراء مبشوره، فص ثوم، رشه بابريكا اللي هو المعكر. تحبوا تعملوا معكر حار ديروا معكر حار، انا نعمل معكر حار. عندي رشه من كاري اللحم، هذا اختياري، لكن انا بالنسبه لي فعلا بنين بزاف. حندير شويه تاع الملح، رشه تاع ملح لانه المقادير عندنا صغيره. وعندي ملعقه كبيره زيت، خلط المقادير تاعي. ما ننساش رشه من الفلفل الاسود. المقادير تاعي هذه حندير لها تقريبا ملعقه الى ملعقتين ماء، مازال تتطلب. ملعقتين من الماء حتى نتحصل على صلصه خاطره بالاسلوب هذا. تقدروا تزيدوا لها رشه سكر مع الماء بعد، في اول ما تحطوا الماء تزيدوا لها رشه سكر. زيت مازال ما تتطلب، نسحقها تتحدى، ما تقعدليش لاصوص بزاف، حتى نتحصلوا كيف قاعدين تشوفوا على صلصه كيف هذه. الحشو اللي تحبوا عليه، مش مشكل فيه، خلاص الحشو اللي عندك في الدار. اكيد الجبن للبيتزا حاجه نيسيسير، عندنا جبن، انواع الجبن اللي تحبيه، عندنا كاشير طون اللي تحبي عليه. واش راح ندير؟ ناخذ مقلاة على البارد، نحط فيها تقريبا ملعقه تاع زيت، ندهنها مليح. تحتاجوا الزيت ملعقه تقريبا باه يحمره لنا من تحت، ملعقه كبيره باه تحمر لنا من تحت. ندهنوا البلا تاعنا مليح بالطريقه هذه. نحط كميه، اصلا ما كملت الدوره تاعي، حسيت البيتزا تاعي خمرت. حنحط كميه وما تخشنوهاش بزاف، بالاسلوب هذا. حنعدلها، نزيد شويه،
نعدلوها بالاسلوب هذا حتى نتحصلوا على الشكل اللي احنا محتاجينه. وش راح ندير؟ هناخد مغرف وشويه تاع الزيت، مغرف وشويه تاع الزيت، مغرف نضيفه. شوف، اولا نحط ملعقه من لاصوص، ولازمت لي الملعقه ندخلها في الزيت مليح ونمشي باه. راكو تشوف، هاي ندخلها في الزيت ونمشي باللاصوص وانا نوزع. راكم معايا في المراحل هذه. نزيد شويه تاع صوص، ما تكتروش بزاف لاصوص. ديما بمساعده الزيت نمشوا باللاصوص لانها طريه. نحاول لاصوص تاعي تكون على كل جوايه. راني وزعتها، بدوها حتى للجناب. المرحله هذه راني حنحط يعني اللي انا عامله شوربه خضار. لو مشني عامله شوربه خضار ممكن كنت شويه المكونات، شويه خضار، فلفل حلو، بصل، جريوات، وحطيتها. انا بالعاده نشوي الخضار ونحطها. حنحط مثلا البيتزا تاعي قاعده تطيب كيف قلت لكم، ديما غطوها. راكو قاعدين تشوفوا. ساعة هزوا المقلة تاعكم فقط شوية باه تتحرك من تحت وتحمر من كل جهة. راهي سهلة، تتحرك بكل سهولة. وجدت البيتزا تاعنا. شوف راهي طرية ما شاء الله، تقرمش من تحت بسبب السميد اللي درناه. هذه لولا الكميه اللي عملتها لي لولا. وهذه الثانيه هاي معاكم. شوفوا من داخل كيف طايبه. ان شاء الله يعجبكم الفيديو وتعملوا لي اشتراك بالقناه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.